يا مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ انا ميادة ودي قناتي. هنعمل مع بعض النهاردة كبدة بالردة، بس هنعملها بطريقة حكاية. وازاي بقى ما تبقاش زفرة معاكي، وازاي تكون مقرمشة وفي نفس الوقت مستوية من جوه. كل التفاصيل دي بقى هنعرفها مع بعض دلوقتي في الفيديو. في البداية هنا بقى معايا هنا كيلو الا ربع من الكبدة. طبعا انا ما بغسلش الكبدة. اول سبب من زفارة الكبدة انك تغسليها. انا جايباها ومقطعاها شرايح بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزاها الحجم ده. هو طبعا علشان تعمليها شرايح بالردة لازم تكون رفيعة زي ما انتوا شايفينها كده. تحاولوا على قد ما تقدروا ان هي تكون متقطعة بالحجم ده. دي اول حاجة. تاني حاجة، نعصر بقى عليها كمية من الليمون ونسيبها بقى تنزل كل الدم اللي فيها. تمام. دي برضو نقطة تانية بتساعد برضو ان هي ما تبقاش زفرة. ما تحطيش عليها مية زي ما انا قلتلك، ولا لبن ولا الكلام ده كله. هسيبها بقى منقوعة كده حوالي ربع ساعة او نص ساعة. بصوا لو تلاحظوا هنا بعد نص ساعة لونها اتغير تماما ونزلت كل الدم اللي فيها. تعالوا بقى نعمل التتبيلة الجامدة اللي هتنقلها في دنيا تانية. معايا هنا بقى 7 فصوص من التوم، فرماهم كويس. ومعايا كمان ليمون، 2 ليمونة معصورة. ومعايا ملح. معايا هنا بقى التوابل، معايا كمون ومعايا كزبرة ومعايا فلفل اسود ومعايا نص معلقة من البهارات السبعة. اما باقي التوابل كلها معلقة. هقلبهم كويس كده مع بعض واسيبهم لمدة ربع ساعة او نص ساعة. الكبدة برضو ما تتنقعش كتير عشان ما تتهريش مننا. تمام. تعالوا بقى نشوف الكفر اللي هنغطي بيه الكبدة. معايا هنا 2.5 كوباية من الردة، عليهم نص كوباية من الدقيق، وعليهم كمان معلقتين كبار من النشا. فايدة الدقيق هنا ان هو بيخليها ما تتحرقش في الزيت، وفايدة النشا ان هو بيخليها مقرمشة. تمام. هحط نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة، وهحط شوية من الملح صغيرين. ما تكتريش نشا، لان كل ما بتكتري النشا كل ما بتبقى ناشفة جدا، فخلي بالك من النقطة دي. تمام. هاخد بقى هنا شرايح الكبدة وهبدأ انزلها في الكفر دوت. هبدأ اضغط عليها كويس علشان ما تفكش مني. انا احاول ان انا اخلي الكبدة تمسك كويس قوي في الكفر ده. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. هقلبها على الناحية التانية واضغط عليها برضو كويس. حاولي وانتي بتعمليها بيبقى في تنايات كده من الكبده كده، حاولي انك تفرديها علشان هي رقيقه. حاولي تفرديها كويس وتغطيها كلها. دي حاجه. تاني حاجه كمان برضو، الكبده اللي هتعمليها على طول بالرده بتحطيها في الزيت، ما بتركنهاش على فكره. يعني انا هعمل 2 واخدهم على طول على الزيت. زي ما انتوا شايفين هنا معايا هنا زيت. ما يبقاش درجة حرارته عالية قوي، يكون وسط كده. الكبدة ما بتاخدش ثواني على كل ناحية. ما تسيبهاش كتير عشان ما تنشفش منك. اول ما تبدأ تاخد لون هقلبها على طول. يبقى زي ما احنا اتفقنا، اللي نعملها بالردة ننزلها في الزيت على طول، ما نركنهاش على جنب. هنا يعتبر خدت اللون معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلبها على الناحية التانية. هنا كده خلاص. خلاص هخرجها. ما بتاخدش على فكرة دقيقتين على كل ناحية علشان ما تبقاش ناشفة معانا، لانها هي رقيقة جدا ما بتستحملش الزيت خالص. هبدأ بقى اعمل الكمية كلها وارجع لكم. هنا بقى كنت خلصت الكمية كلها. تعالوا بقى نعمل مع بعض العصفورية اللي بتتقدم معاها زي ما احنا بنجيبها بالظبط من المحلات. حطيت هنا معلقة من السمنة ونزلت بشوية من لسان العصفور. هبدأ بقى احمره لعند ما يبقى لونه ذهبي كده وجميل. هبدأ انزل هنا ببصلاية صغيرة وابدأ اشوحها معاها كويس قوي. اول بقى ما تبدأ كده اشم ريحة البصل كده، هبدأ انزل هنا بمعلقتين من الطماطم، الصلصة يعني. دي الصلصة اللي كنا عاملينها مع بعض وعملناها مكعبات بالشكل ده، خدت منها مكعبين. اول بقى ما تبدأ كده تفك معايا وتتسبك كده زي ما انتوا شايفينها كده، هبدأ انزل عليها بكوباية من المية واسيبها بقى تستوي سوا كامل. انا عايزه لسان العصفور يستوي. هبدا انزل بنص معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الكمون ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من الكزبره. يعني يعتبر نفس التوابل اللي احنا حطيناها للكبده. هنا كانت بدات تستوي معايا.
زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ انزل بقى بقطع من الكبدة مقطعاها صغير كده. بعد ما حمرت الكبدة خدت منها شريحة قطعتها زي ما انتوا شايفينها كده. كده خلاص كده يعتبر استوت معايا. خلاص انا بحب اضيف لها الكبدة في الاخر خالص عشان تبقى طعمها حلو كده ومقرمشة. هنا كده خلاص كانت اكلتنا خلصت معانا النهاردة. دي العصفورية اللي عملناها مع بعض. ده طبعا طبق البتنجان المتين اللي ما نقدرش نستغنى عنه. ودي كده كمان معانا بقى شرايح الكبده، مش قادره اقول لكم كمان طعمها كان تحفه، وما كانش فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه، وما كانتش ناشفه، ولونها كان تحفه، وبصراحه كانت رهيبه. يا ريت بقى تجربوا الوصفه دي وتجربوا التتبيله دي. ويا ريت بقى لو عجبتكم وصفه النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وما تنسوش تشتركوا في صفحتي على الفيسبوك باسم ميادة كيتشن، واستنوني في فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.